لو مستعجلة وعايزة تعملي أكلة شهية وفي نفس الوقت فيها كل العناصر الغذائية بسيطة وسهلة، تقدري تعملي الصنف اللي هنقوله مع بعض النهاردة: مكرونة بكرات اللحم او الكفتة. سهلة وبسيطة، ويلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة بجيب نص كيلو من الاسباجيتي، بحطها في مية مغلية معاها شوية من الملح، بسويها 3/4 سوا وبعد كده اصفيها. عندي اللحمة المفرومة نص كيلو، ضفت عليها بصلة، ضفت عليها ملح وفلفل اسود ومعلقتين من الدقيق. ببدأ بعد كده اضيف لها الملح، وابدأ ان انا اشكلها. بس هشكلها بعد ما احطها في التلاجة لمدة نص ساعة بس تشمع، وبعد كده ابدأ اعملها كرات اللي هنعملها مع بعض. هنا المكرونة استوت خلاص 3/4 سوا، هصفيها عشان هتاخد بقية السوا مع الكفتة. هنا الكفتة عملتها بعد ما طلعتها من التلاجة كرات بالمنظر ده، وبعد كده حطيتها في الدقيق عشان اسد المسام بتاعتها وتحتفظ بالسوائل اللي جواها وما تبقاش ناشفة معايا. بجيب طاسة سخنة، بحط فيها معلقة من الزيت او معلقتين، بحط فيها الكفتة، بديها تشويحة من على كل جنب من الجوانب لحد ما بتاخد اللون الذهبي الحلو. بعد كده بشيلها، ومكان الكفتة ببدأ أضيف بصلة أشوحها مكان الكفتة. وبعد كده ببدأ أضيف عليها الملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة، وضفت هنا معلقة من الصويا صوص. وبعد كده ببدأ أضيف كمان عندي الطماطم. الطماطم هنا متسبكة، وممكن اضيف طماطم معصورة عادي. وبعد كده بضيف عليها معلقة من الصلصة، وضفت هنا ريحان. الريحان بيدي طعم حلو جدا، ضفت الريحان متقطع. وهضيف كمان هنا برضو مكونات تانية بعد ما اضيف الكفتة. ضفت الكفتة وقلبتها كويس جدا، بعد كده ضفت الفلفل الالوان، ممكن اضيف فلفل حار، وضفت كمان زيتون اخضر. الزيتون الاخضر هنا انا قللت الملح عشان الزيتون طبعا بيبقى فيه ملح، فانا ضفت هنا الزيتون الاخضر، بيدي طعم حلو جدا للصنف ده، وفي نفس الوقت بيكون بيدي شكل كمان جمالي للطبق. بعد ما بقلب كل المكونات مع بعض، ضفت هنا المكرونة. أنا مسوياها 3/4 سوا عشان تاخد الربع الباقي مع الكفتة. وزي ما انتوا شايفين بقلبها كويس جدا لحد لما تبدأ تتسبك مع الكفتة. خلاص كده بقت تمام. ببدأ ان انا احطها في طبق التقديم، طلع في منتهى الجمال. وبعد كده ببدأ أجملها بالبقدونس. طبعا طبق جميل جدا وشهي، سهل وبسيط، فيه كل العناصر الغذائية، وكمان طعمه شهي جدا. أتمنى أن انتم تجربوه. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.